واهلا بيكم في مطبخ مصريه. كل سنه وانتم طيبين. الدنيا حر قوي قوي. دي حاجه كده تطري على قلبهم. هنقول الخطوات مع بعض. دول معايا 3 كوبايات لبن حليب. حلو الكلام، كلام جميل. هحط 3 معالق 4 معالق حسب درجه السكر اللي انت عايزاه. هحط ايه كمان؟ هحط لبن بودر. بحب قوي الصنف اللي انا هعمله دوت يبقى دسم. احط 3 معالق لبن بودر. اوكي. كريم شانتيه خام. دول 3 كوبايات. هحط حوالي 6 معالق 7 معالق، وهشوف درجة السمك بتاعه ايه. كده 4 5. هضربهم بقى علشان صوت المضرب ما يقومش. هضربهم ونرجع. انا حطيت حوالي مج كريم شانتيه على ال3 كوبايات. انا مش عايزاه متماسك قوي. وحطيت باكو فانيليا، هو بيبقى بالقوام ده. طيب حطيت فانيليا علشان الطعم، علشان انا الصنف اللي هعمله ده هعمله بالفانيليا. واحط ايه تاني؟ كريمه لباني فريش. في بيحطوا زبادي، في بيحطوا جيلاتين. انا مش بحط الحاجات دي كلها، والنتيجه بتبقى احلى حاجه. اضرب الكريمه وارجع لكم. ده كده جزء لوحده انا هعمله فانيليا. اوكي. ده اول حاجه او اول طعم. اي طعم انت عايزاه يخطر على بالك اعمليه. ده هحط عليه اوريو. ده فضيت عليه باكوين اوريو. انا مكسراهم في الباكو قبل ما احطه. بيبقى طعمه جميل قوي. انا عايزاكم بس تدوقوا الطعم من غير ما احط اي حاجه. بصوا القمر والجمال. روعه. ادي تاني نوع. يبقى عملنا نوع بالفانيليا ونوع بالاوريو. هنعمل ايه تاني؟ هحط دي مانجا. مانجا بيوريه. احط عليها معلقتين سكر، معلقتين كريم شانتيه. كريم شانتيه ريتشي المتحده، انا بستخدمه حتى في تورتاتي. هو خام على وش سكر. احط ايه 3 معالق مثلا. هي الكميه مش معينه. انا بحط على قد ما القوام يبقى معايا كويس. هضربها وارجع لكم. عملت بالفانيليا عادي، ما فيهوش حاجه. بالكريمه اللباني واللبن والكريم شانتيه بالفانيليا. ودوت عملته بالاوريو. وده بالمانجا. كريم شانتيه على المانجا. قد ايه كريم شانتيه؟ معلقتين 3. لقيتيه خفيف زودي معلقه. يعني المجموعه دي كلها خدت مني حوالي ربع كريم شانتيه. وده بالشمام العراقي اللي هو من جوه بيبقى اورنج. كان نفسي الاقي اللي هو الكنتالوب الاخضر، مفيش.
ولا الفراولة مفيش، وكنت مخزنة وخلصت. فاحنا مش هنغلب، هنعمله بألوان تانية. دي كاكاو خام. اوكي، اقلبهم بقى. احط كمان معاهم ايه؟ شوكليت شيبس. عندك ما عندكيش مش مشكلة خالص. ممكن تحطي برضو جناش شوكولاتة، بس اللي متوفر عند اي ست بيت ما بتعملش حلويات الكاكاو الخام يعني. اقلبهم كده، هقلبهم. اوكي، دي كده 5 اطعم عملتهم، هحطهم في الفريزر. لسه في مراحل تانية هعملها، تابعوا معايا الفيديو للاخر. ده بقى بسكوت انا فرمته، كمية بسكوت. انا جبت اللي هو البسكوت اولكر 4 بواكي من الكبار اللي هي ب10 جنيه. اوكي، وفرمتهم في مطحنة الخلاط. احط عليهم كمية زبدة سايحة، سمنة سايحة، بالأمانة دي سمنة. اوكي، افضل بقى اشرب البسكوت الزبدة او السمنة. اوكي، لغاية امتى بقى؟ انا حطيت السمنة او الزبدة لغاية لما الاقيها مسكت كده. افضيها في الصينية اللي هتتفتح دي. انا حطيت البسكوت في قاع الصينية. عايزة تحطيها في التلاجة اوكي، حوالي ساعة كده أو حاجة، أو يعني كل ما تطولي في الوقت يكون أحسن. عايزة تسرعي حطيها في الفرن 10 دقايق، يعني ممكن يا على السخن يا على البارد. وأكمل معاكم الفيديو، اتفرجي على الفيديو للنهاية. أنا حطيت البسكوت في الديب فريزر. وده الكريم شانتيه اللي عملناه بالفانيليا. بحاول أحركه بقى كده بالمعلقة. حاولت أعمله بالهاند بلندر، تقيل عليه جدا. فأنا عايزة أفكه علشان أجمده تاني، علشان لو احنا بناكله كده يبقى جوسي وما يبقاش فيه تكتلات تلج. بس عايزه اقول لكم الطعم حكايه يعني. انا هعمل المجموعه كلها. ده الفانيليا، هعمل المجموعه اللي عملتها الشمام والمانجا. هعملها كلها بالشكل ده ونرصها مع بعض. طلعت البسكوت اللي من الفريزر، بس حطيه فتره اكتر من اللي انا حطيتها بس عشان انا مستعجله. هعمل اول طبقه على البسكوت كده بالكريم شانتيه. درجي الالوان بقى زي ما انت عايزه. انا قلبت الدنيا امبارح على فراولة ما لقيتش، وكان عندي في الفريزر وخلصت. فكنت عايزة اعمل تشكيلة الوان كده ورا بعض، بس هحاول اعمل بالالوان اللي عندي. اوكي، طبعا انا حاولت اضرب الكريم شانتيه بالهاند بلندر، كان قاسي جدا. خفت على الهاند بلندر فسبتها ساحت شوية وعملتها بالشوكة عادي. احط الطبقة ديت وادخلها الفريزر. طيب أنا حطيت طبقة المانجا، بس أنا للأمانة مش مستنية على الطبقة اللي تحت تجمد. فحطيتها على طول، المفروض الطبقة اللي تحت تجمد. فأنا عملتها بالشكل ده. حطيت طبقة المانجا، أكمل بقية الطبقات وأحطها في الفريزر ساعتين 3 4 تجمد. ونقدم مع بعض أحلى تورتة آيس كريم. بالأمانة طعمها ما حصلش.